السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة معجنات حلوة جدا. تنفع بقى للمدارس، تنفع فطار، تنفع عشاء. ممتازة جدا مع اي مشروبك المفضل اللي انت بتفضليه. والوصفة سهلة جدا وطريقتها سهلة، وان شاء الله هتعجبكم وهتجربوها. تقولوا لي ان شاء الله رأيكم في التعليقات. عايزة اوريكم هي قد ايه. ده كانت سواها كده من تحت، اوريكم هي قد ايه هشة وطرية جدا. هو هنا وانا بصورها جت معايا بالطول، حتى الصينيه جايه بالطول، فمش ظاهره الصينيه معايا كلها، عشان كده التصوير مش واضح معايا في الحته دي. انا مش عارفه هي اتصورت معايا ازاي بالطول، فمعلش بقى. يلا بقى بينا هنخش على المقادير. هكتب لكم هقول لكم المقادير بالكوبايات وبالجرامات. معايا هنا كوبايه كبيره من اللبن. الكوبايه دي بتعاير معايا 260 جرام من اللبن، 260 ملي. معايا هنا حوالي مكعبين قد مكعب مرقة الدجاج كده، مكعبين من الايه من الخميرة البيرة. ممكن نستخدم خميرة فورية، 10 جرام من الخميرة الفورية، او معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. تمام. حطيت مع الخميرة 3 معالق كبار من السكر. هبدأ بقى هدوب الخميرة مع السكر مع اللبن كويس جدا، وبعد كده هبدأ هنزل بنص كوباية من الزيت، وهنزل ببيضة كاملة، وهاخد بعد كده البيضة التانية هاخد منها البياض، والصفار طبعا هسيبه للوش، هدهن بيه الوش في الاخر. تمام. هنا بقى بعد ما خلصت وقلبت البيض كويس قوي، هنزل بقى بالدقيق. معايا 650 جرام من الدقيق، او بيعايروا معاكي 6 أو 7 كوبايات من الدقيق. تمام، على حسب نوع الكوبايه اللي انت مستخدماها، اذا كانت واسعه او ضيقه. فهنا انا حطيت 650 جرام من الدقيق. هقلب بقى الدقيق كويس جدا لحد لما الدقيق يتشرب كده في العجينه. تمام. وبعد كده هبدأ هعجن العجينة بقى بايديا لحد لما تكون معايا عجينة طرية كده. هنعجنها يعني حوالي 5 دقايق. هنا بقى هغطي العجينة وهسيبها تختمر لمدة ساعة او ساعة ونص. الجو حر فبتختمر معايا، مبتاخدش اي وقت. بعد ما العجينة تختمر معايا هبدأ هطلع كل الهواء اللي فيها، لان سر من اسرار نجاح المعجنات ان انتي تخمريها اكتر من مرة فتطلع معاكي هشة وطرية من جوه. هنا بقى هبدأ ان انا اقطعها كور كده حجم متوسط، وهبدأ ان انا هلفها كده زي ما انتوا شايفين، وهقطعها الكور. وبعدين هسيبها برضو تختمر لمدة 10 دقايق. زي ما قلنا كده لازم نسيب العجينة تختمر اكتر من مرة، لان هو ده اللي بيدي للمعجنات الطراوة والهشة بتاعت المعجنات. هبدأ بقى هنا هسيبها بعد ما هقطعهم كده كور، هسيبها بقى هغطيها وهسيبها لمدة 10 دقايق كمان. هنا بقى بعد 10 دقايق زي ما انتوا شايفين حجمها اتضاعف معايا ازاي. هبدأ بقى ان انا اول كرة عملتها كده، هبدأ ان انا هعمل الشكل اللي احنا هنعمله مع بعض. شكل سهل جدا جدا، وهيعجبكم ان شاء الله، ومش بياخد منك اي وقت. هفردها كده على شكل دائرة، هفردها على شكل دائرة زي ما انتوا شايفين كده معايا. بعد كده هبدأ بقى هقطع العجينة الدايرة دي، هقطعها 6 قطع،
6 قطع متساوية بالعين كده على قد ايه بالنظر كده. وهبدأ هتني بقى ال4 اللي في النص. بعد كده هبدأ هتني تانية تاني، يعني كل نص هتني تانية تاني زي ما انتم شايفين كده معايا. تمام. بعد كده هبدأ هحطهم على بعض، ال4 دول هحطهم فوق بعض زي ما انتم شايفين كده. هوقفهم كده جنب بعض، وهجيب كده ظهر السكينة، وهبدأ ان انا ايه هضغط عليهم ضغطة كده ايه بسيطة. او ان انا ممكن اجيب لو عندك عود خشب كده من الاعواد بتاعة اللي بنعمل بيها الشيش طاووق، تبقى حلوة قوي. برضو ممكن نستخدمها في ان احنا ايه نعمل بيها الحركة دي. هجيب بقى الجناب كده اللي احنا سيبناهم من على الحرف، وهبدأ هلف بيهم كده الايه الشكل اللي احنا عملناه مع بعضينا ده. تمام. واحاول كده ان انا هلزقه من على الجناب. الشكل بقى بيبان معايا اكتر لما بتختمر ولما بدخلها الفرن. تمام. هبدأ بقى هنا ايه هعمل معاكم واحدة تانية عشان الشكل يبقى واضح معاكم. هقفل بقى الجناب. هقفل بقى الجناب كده زي ما انتم شايفين، وباجي من على الحرف كده بنزلها من تحت. تمام. الحرف كده بنزله من تحت. ده بقى خلاص الشكل بقى ايه واضح معايا. هسيبها بقى كده بعد ما رصيتهم كلهم هسيبهم يختمروا. وهنا كان شكلهم بعد ما اختمر، يعني سبتهم حوالي كده ربع ساعة يختمر مرة تانية. وبعدين معايا بياض صفار البيضة اللي احنا سبناه في الاول، بحط عليه معلقتين من اللبن، وببدأ ان انا ادهن بيه الوش، وهحط على الوش كده السمسم. انا بحب ممكن ما نحطش اي حاجه، بس انا بحب كده في المعجنات ان انا ادخل السمسم، لان السمسم فايدته عاليه جدا جدا. وبما ان بقى ان احنا بناكل المعجنات والاطفال بتحبها فايه فندخل حاجه ايه مفيده في وسطها، زي البيض زي اللبن زي السمسم. والمعجنات دي بتبقى حلوه قوي قوي لما تعمليها بقى للاطفال كده يروحوا بيها المدرسه. تنفع فطار عشاء جنب اي مشروب. انا بقى دخلتهم الفرن على درجة حرارة 160. كنت مولعة الفرن من تحت والشواية ايه من فوق، وبحطها على الرف اللي في النص، وبسيبها بقى تستوي. بتاخد حوالي ربع ساعة، من 10 دقايق لربع ساعة، مش اكتر من كده. بس فهنا بقى بعد ما استوت معايا اهو زي ما انتم شايفين كده معايا، شكلها جميل جدا 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 بجد يا جماعة، وطعمها روعة. ان شاء الله هتجربوا الوصفة وهتعجبكم. وانا بوريها لكم كده بقى شكلها من جوه اهو. يا ريت بقى لو لسه مش عامله اشتراك في القناه نعمل اشتراك في القناه ونفعل الجرس بالكل عشان يوصلك كل فيديو. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. والسلام عليكم.